اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. وحشتوني من الفيديو الاخير، انا عارفه ان بقالي فتره ما صورتش فيديوهات خالص بحكم والله بس شغلي وظروف الواحد، يعني الانشغال اللي هو فيه يعني مش مخليه بصراحه يعرف يصور اي فيديوز خالص. فبحاول والله على قد ما اقدر من وقت للتاني كده اني اعمل فيديوهات جديده. النهارده حبيت اشارككم ريفيو عن كريم حلو قوي اسمه كربامايد. طبعا اكيد في ناس كتيره سمعت عنه، بس بصراحه الكريم ده مش واخد حقه خالص. بصراحه كريم جميل قوي قوي وفعال كده، وبصراحه يعني هو كريم مرطب، فاحنا بما اننا في فصل الشتاء فقلت لازم ده وقته ان انا اتكلم عليه بصراحه يعني. الكريم ده طبعا مخصص لمشاكل الجفاف، جفاف البشرة بقى عموما، سواء كان جفاف الكوع، القدمين، كعب القدمين، او برضو التشققات اللي بتبقى موجودة في الكعب. يعني بجد هو ممتاز جدا جدا. وانا بصراحة واحدة من الناس يعني عشت تجربة تشققات رهيبة كانت بتقعد معايا سنين، وكانت كمان مش تشققات عادية، لا كانت اكزيما، وكنت بتعالج وبروح لدكاترة، والموضوع طول قوي معايا. يعني الموضوع كان بيبقى صعب جدا، ببقى كأني واقفة على رجلي، كأني واقفة على شوك، مش قادرة اقف. فانا اكتر واحدة بصراحة عانيت في الموضوع ده. بعد ما كان سبحان الله عندي يعني رجلي كان شكلها حلو جدا، فجأة جالي الإكزيما دي، وفجأة ما بقتش أقدر أقف خالص على رجلي. استخدمت كريمات كتيرة قوي 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 قبل كربامايد ده، وكانت كلها يعني موصوفة من قبل دكاترة. ف يعني للأسف ما عملتش معايا أي نتيجة، كانت وقتية كده، اللي هي إيه، أحطها بعد كده بعد ما أنساها أو بعد ما أخلص الفترة بتاعة العلاج ترجع الرجل أسوأ من الأول. طبعا المشكله دي، بمشكله الاكزيما دي، بتيجي من ان احنا بنبقى واقفين في ميه طول الوقت، ما بنلبس سليبرز. انا بصراحه كان موضوع عندي ان انا البس سليبرز ده، ما بحبش اصلا البس في رجلي حاجه بصراحه. ما بلبسش شراب في الشتاء، فالموضوع بالنسبه لي صعب كده، على طول رجليا معرضه للجفاف. لو اي مشوار قريب ولبست اي سليبرز او الصنادل الصيفي دي اللي بتبقى شكلها حلو، وكلنا كل بنات بتحب تلبسها، بتبقى رجلي بعد كده بتتبهدل وبتتشقق وبتنشف جدا جدا. فالمشكله دي كانت بتبقى عندي، فعشان كده زي ما قلت لكم انا كنت دايخه برجليا دي والله العظيم حرفيا يعني. لحد ما سبحان الله كده يعني ايه، قلت اجرب كربامايد ده. لقيت ناس بنات كتير بتتكلم عليه، بيقولوا انه حلو، بيقولوا انه مرطب وفعال وكويس. جربته بصراحه، مش هكذب عليكم، ما عملش معايا نتيجه من اول استعمال خالص. يعني انا مشيت عليه فتره وفتره كبيره، يعني انا دلوقتي بقالي عليه ماشيه حوالي 6 شهور عشان احس بنتيجه حلوه. فالبنات اللي هتقول ان انا هستعمله من اول مره ويجيب نتيجه، طبعا دي تخاريف كل الناس المنتجين او اللي بيطلعوا يعلنوا، سوري، المعلنين عن المنتجات، يقول لك ده من اول استعمال. طبعا ده كذب، زي ما اتفقت معاكم قبل كده في كل الفيديوز ان كذب. لازم اي منتج هتجربيه هتمشي عليه شويه، تستمري عليه مش اقل من شهرين 3 عشان الدنيا تبان قدامك اذا كانت سلب او ايجاب. لكن اللي هيقولك من اول استعمال ده انسي. فكربامايد حلو، سعره حلو جدا، سعره يعني هايف بالنسبه لحاجات كتيره انا مشيت عليها. فهو سعره 25 جنيه. طبعا هو كان اقل من كده، بس طبعا نظرا ان كل الادويه بتغلى فهو بقى دلوقتي ب25، يعني حاليا هو ده سعره. تمام، فهو سعره كويس طبعا بالنسبه لحاجات كتيره علاجيه ما بتعملش اي حاجه في الحياه، فامشي عليه. البنات اللي عندها مشاكل التشققات، عندها الكعبين بيبقى عندهم تشققات في الشتاء، امشي عليه فتره كويسه جدا بالليل قبل ما تنامي كل يوم، خليه روتين. بجد هيفرق جدا جدا معاكي. لو عندك كمان حتى مشكلة اي منطقة في الجسم عندك جافة، ممكن تحطي الكريم ده برضو، هيفرق قوي قوي معاكي وهيرطب جدا الجلد. سوري، عفوا. طبعا انا بعتذر والله عن بشاعة صوتي، يعني عندي بقى دور كده برد رهيب، فيعني ربنا يا رب يعافينا كلنا. مغير لي صوتي جدا جدا يعني. فزي ما قلت لكم يا جماعه، لازم نمشي على الحاجه فتره، هي دي اللي بتبتدي تبين معانا اذا كانت هتعمل معانا مفعول كويس ولا اي كلام. فبرضو عايزه اقول لكم يا جماعه، ما تستهونوش، البنات ما تستهونش خالص بالوقفه في الميه.
بعد الدش لازم تحطي كريم مرطب في رجليكي، ما ينفعش تفضلي واقفه كده، ما ينفعش ما تنشفيش رجلك بعد الوضوء، ما ينفعش. بصوا في قصص كده كتيره. انا اتعلمت والله منها، يعني انا اتعلمت منها لان انا زي ما قلت لكم قعدت فتره كبيره مستهونه، يعني استهونت برجليا جامد. ما كنتش برضه البس سليبر وانا واقفه في الميه، ما كنتش لما كنت بعمل اي حاجه في البيت مثلا، الميه بقى انتوا عارفين لما نيجي نمسح البيت بقى، ويعني انا واحده طبيعيه يعني بعمل كل حاجه في البيت مع ماما، يعني مفيش مشكله، يعني هشارك اكيد في البيت، همسح حاجه، يعني هنضف. رجليا كانت بتبقى في الميه اللي فيها المساحيق بقى والمنظفات والحاجات دي، وده خطر كبير قوي، وهو ده اللي زود الاكتئاب عندي. فزي ما بقول لكم ممكن روتين معين لمجرد ان احنا مهملين شوية، مش بنرطب رجلينا كفاية في فصل الشتاء او في عموما في اي وقت، ممكن يعمل معانا المشاكل دي، ولا قدر الله تتحول لإكزيما زي ما حصلت معايا. فدي والله تجربة من اختي يعني ليكوا، بتنصحكوا علشان ما يحصلش معاكوا اللي حصل معايا بإذن الله يعني. بس فزي ما قلت لكم كمان انا كنت اساسا باخد كمان فيتامينز مع العلاجات اللي كنت بتعالجها، كنت باخد فيتامينز للجلد عشان تدعم الترطيب وكده. بس للاسف برضو ما كانتش نتيجتها يعني كويسه. فسبحان الله يعني هو لما جت مع شويه اهتمام، ان انا ما اقفش مثلا في ميه من غير ما اكون لابسه سليبرز، ان انا دايما ارطب رجليا، ان انا دايما يبقى معايا الكريم ده استعمله كل يوم قبل ما انام، البس شراب كده، يعني الدنيا والله ابتدت تتظبط شويه. فساعات ممكن تكون حاجة بسيطة جدا هي اللي فيها الشفاء، يعني سبحان الله. يعني أنا حبيت أشارك معاكم التجربة دي برضو، وده على فكرة مش كلام والله، دي حقيقة فعلا، ودي تجربة أنا يعني مريت بيها، وتقريبا خدت مني سنين والله، مش كذب ولا أي حاجة ولا أي كلام بقوله خلاص عشان أقول لكم على المنتج ولا حاجة. لأ، المنتج ده أساسا بسيط جدا، بس والله بجد صدقوني ممتاز وهيعجبكم. وده كان ريفيو النهاردة بقى عن كريم كرباميد. يا رب اكون قدرت افيد بنات كتيرة بالريفيو ده. وزي ما قلت لكم والله يا بنات انا بجرب الحاجة فترة كفاية جدا علشان اطلع اتكلم عليها، ما بحبش اطلع اقول اي كلام وخلاص، واطلع اقول حلو وتحفة وجربوه واشتروه والناس تصدقني وتمشي ورايا وفي الاخر تاخد مقلب في المنتج. بصراحة ما بحبش الاسلوب ده، مجرد ان انا اخد فيوز وخلاص، او ان الناس تتابعني وخلاص علشان تعرف المنتجات دي، انا ما بستفدش اي حاجة كده، بالعكس انا بهدم الثقة والشفافية اللي ما بيني وما بين متابعيني. فطبعا لازم اطلع اقول كلام صح عشان ربنا يحاسبني على اي كلمة هقولها. بس كده، يا رب ما كنش بقى طولت عليكم الفيديو، ما تكونوش زهقتوا مني. ولو عجبكم بقى ريفيو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. باي باي.